بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث السادس، وهو حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه في قوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وبينا مفردات الحديث، ونأتي الآن نبدأ بالفوائد إن شاء الله تعالى. فيستفاد من الحديث أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين، ومشتبهات. فالحلال البين كأكل الخبز مثلا، هذا حلال بين، كالبيع والشراء، هذا حلال بين. والقسم الثاني حرام بين، كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والسرقة والزنا، هذا حرام بين. والقسم الثالث أمور مشتبهة، فهذه هي التي فيها خلاف، فمن العلماء من يحرمها، ومنهم من يحرمها، ومنهم من يحللها، ومنهم من يتوقف فيها، ومنهم من يفصل. هذا بالنسبة للأمور المشتبهة، منهم من يحرمها، ومنهم من يحللها، ومنهم من يقول أنا أتوقف، ومنهم من يفصل. لكن أيها الإخوة، ليعلم أن أسباب الاشتباه أو الاشتباه له أسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا يعلمهن كثير من الناس. فيوجد من الناس من يعلم المشتبه، ولهذا فإننا نقول إن الاشتباه له 4 أسباب. السبب الأول قلة العلم، فالإنسان إذا كان قليل العلم فسوف يحصل له الاشتباه. والسبب الثاني قلة الفهم، فربما أن الإنسان لا يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فيحصل له الاشتباه. الثالث سوء القصد والإرادة، إذا كان الإنسان عنده نية سيئة والعياذ بالله، ربما يحرف ويصرف الحديث إلى ما يريده. السبب الرابع التقصير في التدبر، بمعنى أن الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر في المعنى، ولهذا فالاشتباه لا يخلو من هذه الأسباب 4: قلة العلم، قلة الفهم، سوء القصد والإرادة، والتقصير في التدبر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حكمة الله عز وجل في ذكر الأمور المشتبهة، حكمة الله تعالى في ذكر الأمور المشتبهة، وذلك لأجل أن يتبين الحريص من العلم من غير الحريص. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يمكن أن يكون في شرع الله تعالى ما لا يعلمه جميع الناس. لا يمكن أن يكون في الشريعة شيء
لا يعلمه جميع الناس، هذا لا يمكن، لأنه قال لا يعلمه كثير من الناس، أي أنه من الناس من يعلم. ومن فوائد هذا الحديث الحث على اتقاء الشبهات، الحث على اتقاء الشبهات، ولكن انتبه، نقول الحث على اتقاء الشبهات إذا قام الدليل على الشبهة، إذا قام الدليل على وجود الشبهة. وأما إذا لم يكن هناك دليل على وجود الشبهة فإن هذه وسوسة، فلا تقل إنني أتقي الشبهات، بل إن هذا وسواس، وإنما نحثك على اتقاء الشبهات إذا كان الدليل أو قام الدليل على وجود الشبهة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بضرب الأمثلة المحسوسة، لأنه قال هنا ألا وإن لكل ملك حمى، فضرب المثال لأجل أن يتبين هذا للناس. ولهذا قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن فوائد هذا الحديث أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمدار في الصلاح والفساد على القلب. وإذا كان كذلك فادعوا الله عز وجل في سجودك، وألح عليه في أن يثبت قلبك على دينه. ادعوا الله عز وجل في الليل والنهار وما بين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة من الجمعة أن يثبتك الله على هذا الدين. طيب يكفي هذا حتى لا نطيل. الحديث الذي يليه أين القارئ؟ ما في قارئ هنا قارئ من المتوسطة. لا يوجد. أين قارئ الحديث السابع؟ الدين النصيحة. ما شاء الله، هكذا الرجال، الله أكبر، ما شاء الله. من هنا أيضا والله أتمنى أن تقوموا جميعكم، أتمنى ذلك. هل قمت قبل؟ قرأت حديثا؟ اسألهم. قرأ؟ قم. نعم. ما اسمك؟ اسمي فائز. فائز، وتفوز إن شاء الله ب5,000. يلا. وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. رواه مسلم. أحسنت، بارك الله فيك. أين صاحب البقالة؟ 5,000 ربية. هل انتهت البقالة؟ انتهت المواد التي فيها؟ موجود؟ الحمد لله. طيب، عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوله هنا عن أبي رقية هذه كنية، عن أبي رقية هذه كنية، ولكن الكنية هنا بذكر أو بأنثى. أبي رقية، ما تفرقون بين اسم الذكر واسم الأنثى؟ أبي رقية ذكر أو أنثى؟ رقية أنثى، فهذه الكنية بأنثى، وذلك لأنه اشتهر بها رضي الله عنه. والغالب أن الكنية تكون بذكر، هذا هو الغالب. ومر علينا عن أبي عبد الرحمن وعن أم عبد الله، فالغالب أن الكنية تكون بذكر، وقد تكون أيضا الكنية بغير الإنسان. عن أبي هريرة، بأبي هريرة لأنه كان يحمل هرة رضي الله عنه. فالمهم عن أبي رقية هذه الكنية بأنثى، وذلك لأنه اشتهر بذلك. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة، هذا مبتدأ وخبر وكلاهما معرفة، وهذا من طرق الحصر، فكأنه قال: ما الدين إلا النصيحة، فهذا من طرق الحصر. ومعنى النصيحة هنا الخلوص، أي خالص الشيء. فيقال مثلا: هذا عسل خالص، أي أنه خالص من الشوائب. فهنا قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وقوله هنا الدين مر علينا، لعلكم تذكرون هذا، في سورة الفاتحة، أن الدين قد يطلق ويراد به العمل، وقد يطلق ويراد به الجزاء. فهنا قوله الدين النصيحة، فالدين إما أن يكون عمل وإما أن يكون جزاء. عمل مثل ماذا؟ مر علينا في سورة الفاتحة: أحسنت، لكم دينكم ولي دين. وقوله رضيت لكم الإسلام دينا أيضا. والجزاء مثل ماذا؟ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. وقوله هنا الدين، قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه إلى آخره. قال: أولا الدين النصيحة لله. النصيحة لله تكون بأمرين: الأمر الأول بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، والأمر الثاني بالشهادة له بالوحدانية، بالشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا بالنسبة للنصيحة لله عز وجل. قال: ولكتابه. النصيحة للكتاب تكون بأمور. أولا، ما المراد بالكتاب؟ الكتاب يعني القرآن. والنصيحة لكتابه تكون بأمور: أولا أن تؤمن بأن هذا القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ
وإليه يعود. تكلم الله عز وجل به حقيقة بحرف وصوت، وهذا القرآن سوف يرفع في آخر الدنيا. فمن علامات الساعة أن القرآن يرفع، وهذا القرآن تلقاه جبريل عليه السلام ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من النصيحة للقرآن لكتاب الله عز وجل تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الدفاع عن كتاب الله عز وجل في كل إساءة تساء إليه. الأمر كم؟ الرابع من النصيحة لكتاب الله عز وجل العمل بأحكامه، أن نعمل بالأحكام. الأمر الخامس أن نكثر من تلاوته وأن نتعبد به وأن نتدبره، نتعبد بتلاوته وأن نتدبره. كم ذكرنا بالنسبة لنصيحة للكتاب؟ 5. قال ولرسوله. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم من أحسن ما قيل في ذلك ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، إذا أمر بأمر فإننا نطيعه، وتصديقه فيما أخبر، إذا قال شيئا فإننا نصدقه وكأننا نرى ذلك رأي العين، واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. وأيضا ندافع عن شريعته وننصره. قال ولأئمة المسلمين. طيب، النصيحة لأئمة المسلمين. أولا، من هم أئمة المسلمين؟ نقول إن أئمة المسلمين ينقسمون إلى قسمين: علماء وأمراء. فنبدأ أولا بالنصيحة للعلماء. فالنصيحة للعلماء بأن نحبهم ونعينهم ونساعدهم في بيان الحق، وأن نذب عن أعراضهم، وأن ندعو لهم بالصلاح، وذلك لأن صلاحهم صلاح للأمة. صلاحهم صلاح للأمة. هذا بالنسبة للنصيحة للعلماء. وأما بالنسبة للنصيحة للأمراء فالنصيحة لهم بأن نعتقد إمامتهم وإمرتهم، وأن ننشر محاسنهم في الرعية، وأن نمتثل أمرهم، وأن نجتنب نهيهم إلا في معصية الله. فإذا أمروا بمعصية
فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم أي عوام الناس. كيف ننصح لعامة الناس؟ النصيحة لعامة الناس بأن ندعوهم إلى الله تعالى، وأن نصدق في معاملتهم، وأن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. هذا هو النصيحة لعامتهم. ثم قال: رواه مسلم. وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، وكررها 3 وذلك للتوكيد. هذا الحديث أيها الإخوة عرفنا من خلاله أن الدين النصيحة، وعرفنا كيفية النصيحة، فيستفاد منه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أجمل ثم فصل. قال: الدين النصيحة ثم فصل ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أهمية النصيحة في هذه المواضع، أهمية النصيحة للمسلم في هذه المواضع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من الدين، لأنه قال: الدين النصيحة. وقد عرفنا قبل قليل كيف تكون النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث 8: العدد قليل، ما زال العدد قليل. هل قمت قبل؟ قمت قبل؟ قرأت قبل؟ قم. ما اسمك؟ أول حرف ما هو؟ أفريا. ما معنى أفريا؟ أفريا ما معناه؟ أو الأسماء لا تعلل، وقد يكون الاسم ليس له معنى. أفريقيا، لكنه هو من إندونيسيا. يلا يا أفري. الحديث 8: قل بسم الله الرحمن الرحيم أولا. قال بسم الله في قلبه. عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أصاموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابه على الله تعالى. ما شاء الله، ما شاء الله يا عفري، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. أين صاحب البقالة؟ $5000 ربية.
وصلنا إلى كم الآن؟ 50,000 روبية. جيد. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، الآمر هو الله عز وجل. أمرت، الآمر هو الله عز وجل، أن أقاتل الناس، والناس هنا هم الكفار، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أي أنه أمر أن يقاتلهم حتى يدخلوا في دين الإسلام، حتى يدخلوا في دين الإسلام. ولكنه ذكر هذه الأركان الثلاثة من الأركان الخمسة لأنها أهم الأركان. فالشهادتان هي التوحيد، والصلاة هي أساس الأعمال البدنية، والزكاة هي أساس الأعمال المالية. قال: فإذا فعلوا ذلك، فعلوا ما سبق، يعني تشهدوا بالشهادتين وصلوا وزكوا، عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا فعلوا ذلك يعني دخلوا في الإسلام، فإنهم منعوا مني دماءهم وأموالهم، أي حفظوا دماءهم وأموالهم، أي أننا لا نتعرض لهم. ثم استثنى فقال: إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، أي إلا بحق يوجبه الإسلام. كيف ذلك؟ مثلا لو أن مسلما متزوجا زنى، فماذا يفعل به؟ الرجم، يرجم حتى يموت، لأن هذا هو حق الإسلام. فالاستثناء هنا قال: إلا بحق الإسلام، يعني إلا إذا وجد حق يوجبه الإسلام فإنه يقتل. لو أن مسلما قتل مسلما فالقاتل يقتل، لأن هذا حق يوجبه الإسلام. فهذا الحديث من فوائده أن الجهاد في الإسلام شرع لأجل أن يكون الدين كله لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس، لماذا؟ لأجل أن يكون الدين كله لله. ومن فوائد هذا الحديث حرمة دم المسلم وماله. فالمسلم لا يجوز لنا أن نتعدى عليه، لا على دمه ولا على ماله ولا على عرضه. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يستباح دم الإنسان بحق الإسلام، أنه قد يستباح دم الإنسان بحق الإسلام. ما مثال ذلك؟ نعم، الزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم، هذا حق للإسلام. ومن فوائد هذا الحديث في قوله وحسابهم على الله أن حساب الخلق على الله تعالى، والرسول ليس عليه إلا البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ، وأما حساب الخلق فهو على الله تعالى. أين القارئ يا أصحاب المتوسطة؟ هل قرأت قبل ذلك؟
ها؟ اقرأ أولا ما اسمك؟ قم وأخبرنا عن اسمك. مهدي، ما شاء الله، يلا يا مهدي. واختلافهم رواه البخاري ومسلم. أحسنت. أذن الآن يؤذن. يلا، أين المؤذن؟ يلا أذن. لا تنسى مهدي 5000. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه الله مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشفني وعافني واجعلني من المتوكلين عليك يا حي يا قيوم وأصلح نيتي وذريتي وزوجتي يا رب العالمين. كم بين الأذان والإقامة؟ طيب، نكمل هذا الحديث حتى نقف إن شاء الله على بداية الحديث العاشر.
قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجتنبه، ومعنى نجتنبه أي أننا نبتعد عنه فنجعله في جانب ونحن في جانب، نبتعد عنه أشد البعد. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نفعل ما نستطيعه. وانظر إلى يسر الشريعة ولله الحمد، ما أمرنا به نفعل ما نستطيعه، وما نهينا عنه لا بد أن نجتنبه جميعه، لأن كل إنسان بإمكانه أن يبتعد عن المحرم، لكن الواجب بعض الناس لا يستطيع، ويأتي إن شاء الله في الفوائد. ثم قال فإنما أهلك الذين من قبلكم، أي الأمم السابقة، ما هو الذي أهلكهم؟ كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أنهم كانوا يكثرون المسائل ويختلفون فيما بينهم، ولهذا هلكوا. فيستفاد من هذا الحديث وجوب الكف عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب الكف عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن المنهيات تجتنب جميعها، المنهيات تجتنب جميعها، وذلك لأن كل شخص بإمكانه أن يجتنبها، بخلاف المأمورات، فالمأمورات لا يفعل إلا ما كان مستطاعا، وهذا من فضل الله تعالى. ومن فوائد الحديث كذلك في آخره فإنما أهلك من كان قبلكم، نستفيد أن كثرة المسائل سبب للهلاك، أن كثرة المسائل سبب للهلاك، وخاصة في أمور الغيب كأسماء الله وصفاته وأحوال يوم القيامة. فأسماء الله وصفاته وأحوال يوم القيامة لا تسأل عنها بكيف، فصفات الله عز وجل أخبرنا بها ولكن لم يخبرنا عن كيفيتها. ومن فوائد الحديث كما قلنا لكم يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها، وذلك لأن المنهي عنه يجتنب كله، وأما بالنسبة للفعل فإنك تفعل منه إيش ما استطعت. الترك الآن، الترك أسهل من الفعل، ترك الشيء أسهل من فعله، فتركه كل إنسان بإمكانه أن يتركه، لكن فعله بعض الناس يستطيع، وبعض الناس يستطيع أن يفعل جزءا منه، وبعض الناس لا يستطيع مطلقا. نعم، نقف على الحديث التاسع. في سؤال؟ نطبق الحديث ونفق أنقاض إلى النفس في جواب هذا.
كيف تطبق؟ يد الكفار تشير عصر. وهل عندك قوة تستطيع أن تجابه؟ في شرط. المسلمون اليوم في ضعف، ومن السفة أن يقال لهم اذهبوا. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته جلس 10 سنوات، وهو جلس في مكة في أول دعوته في الدعوة السرية 10 سنوات قبل الهجرة، ثم بعد ذلك كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإقبال الناس على التوحيد. جلس في مكة يدعو الناس، وكانت الدعوة سرية لأن الإسلام كان في ضعف. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصبح له قوة وناصره الصحابة وكثر المسلمون، أمر بالجهاد. وأما عندما كان في مكة كانت الدعوة سرية، وكان يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى التوحيد، فكيف الآن تدعو إلى الجهاد وأكثر الناس على الشرك؟ نسأل الله السلامة. فالواجب علينا الآن أن ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. ادعوا الله عز وجل، ادعوا إلى الله عز وجل، ادعوا إلى توحيد الله تعالى وإلى إبعاد الناس عن الشرك وإلى تعليمهم الصلاة وأركان الإسلام ال5. هذا هو الواجب علينا. فهمت؟ نعم. في سؤال؟ إذا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد.